يا مساء الخير. خلينا النهارده نتكلم هل ليه ال ADHD عنده قابلية للإدمان دونا عن الشخص العادي. تعالوا نوضح النهارده نقطة مهمة جدا. عشان نوضح الجملة دي أصلا أولا، هل ده معناه إن كل شخص عنده أو بيعاني من اضطراب ال ADHD مدمن؟ الحقيقة إنه لأ، بس ال ADHD بيسهل للشخص إن هو يكون عنده قابلية للإدمان. الإدمان ده مش معناه مخدرات، مش معناه كحوليات وبس، لأ، معناه كمان الريلز، الحياة اليومية اللي احنا عايشينها اللي بتساعد الشخص اللي عنده ADHD أو لأ إن هو أصلا يبقى مدمن. الريلز اللي هي دايما طول الوقت أو أوقات كتيرة جدا يومنا بيبقى عليها حاجات كتيرة خاصة بالأكل، الأكل العاطفي بالذات، العلاقات، التسوق مثلا شوبينج، أو ناس بتحب دايما تشتري حاجات كتيرة قوي، حاجات ليها علاقة بكمان الألعاب. الألعاب، في حاجات كمان أصلا ألعاب بتركز على الجزء ده، وحاجات كتيرة بقت اللي هي زي لعبة القمار أو غيره. كمان في حاجات ليها علاقة بالشغل. فالأسباب ملهاش علاقة بالمخدرات وبس. كمان العلاقات السامة، يعني خلي بالكوا، يعني مش مجرد علاقات وبس، وكمان ممكن تكون علاقات أنا بجري ورا العلاقات دايما وخلاص. وده اللي أوقات بيوقع في حتت كمان ليها علاقة بالتعلق، ممكن نتكلم عليها بشكل مختلف في مرة تانية إن شاء الله. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم ايه العلاقة ما بين ال ADHD والإدمان، أو ايه اللي بيربط ما بين الاتنين دول. أول حاجة، الشخص اللي عنده ADHD عنده مشكلة في ان هو يظم الموضوع بين المكافأة والانتباه. يعني بمعنى، انا ممكن اكون بذاكر او اي حاجة بالنسبة لي ممكن تكون مملة، زي المذاكرة، زي حاجة انا ما عنديش رغبة ناحيتها، زي اوقات الشغل. ممكن اكون انا مضطرة ان انا اشتغل شغل معين بس انا ما عنديش اهتمام ناحيته، بس دايما هتلاقوا الحاجات دي بتتكرر كتير اوقات المذاكرة. فانا دلوقتي دايما بدور على المكافأة، المكافأة دي بدور عليها بشكل سريع. علشان كده دايما بنروح ناحية الحاجات اللي هي بتدينا الدوبامين، تدينا الحاجات اللي تدينا الشعور بتاع المكافأة بشكل سريع جدا. لأن الشخص طبيعي إن هو عشان يوصل للمكافأة بيصبر، بياخد وقت كبير جدا عشان يصبر. فبالتالي أنا مثلا عايزة أوصل لنقطة معينة، فلازم أشتغل على نفسي عشان أوصل للنقطة دي. ممكن الشخص العادي يبقى فاهم ده كويس جدا ويشتغل عليها مرة واتنين وتلاتة وشهور وسنين عشان يوصل للنقطة اللي هو عايز يوصل لها. لكن الشخص اللي عنده ADHD بيبقى شايف ان انا هوصل من النقطة دي او من النقطة اللي انا فيها للنقطة اللي انا عايزها بسرعة. فبالتالي انا لو عملت اول محاولة عملت التانية متوقعة ان انا اوصل لنقطة كبيرة ليها علاقة باستجابتي اتجاه الموضوع اللي انا عايزة اوصله. فانا ابقى مستنية تغيير كبير جدا، وخصوصا ان احنا عندنا موضوع ليه علاقة او بما ليه علاقة. اوقات كتيرة جدا بيبقى عندنا هايبر فوكس اول لما نيجي نبدأ الحاجة اللي احنا مهتمين بيها، بعد كده الاهتمام ده يروح لما نلاقي فيه روتين، لما نلاقي فيه تاسك ممل، لما نلاقي محتاجين تركيز، محتاجين حاجات كتيرة جدا. واحنا عندنا مشكلة في الوظائف التنفيذية، يعني ان انا اقعد اخطط، ان انا اقعد اكتب، ان انا اقعد اركز، ان انا اقعد اشوف كل حاجة بتقول ايه واذاكر واعمل واحل، واشوف حاجات كتيرة جدا تقول لي ان انا محتاجة اشتغل على نفسي. فاول لما اشوف كل ده مخي يبتدي يهرب واحدة واحدة، فيقول لنا تعالي ندور على حل سريع، فنبتدي نروح ندور على حل سريع. الحلول السريعة زي اللي احنا قلنا عليها من قبل كده. عشان كده في نقطة مهمة برضو عايزة انوه عليها. احنا اوقات كتيرة جدا واحنا اطفال كنا بنعمل ده بشكل وعايزاكم تفكروا في ده دلوقتي واحنا بنتكلم في الموضوع ده، ان واحنا اطفال كنا اوقات بنعمل حاجات خطرة احنا ما عندناش فكرة ان الحاجة دي خطرة. يعني بمعنى ان ممكن نكون ماشيين في الشارع ونقرب على العربيات ما ندركش المسافات، ما ندركش ان انا كده المفروض امشي على جنب، ولا انا المفروض كده ماشيه في نص الشارع فانا عربيه ممكن تشيلني. نفس الموضوع ممكن نعدي مره واحده ما ندركش ان في عربيات جايه. نفس الموضوع ممكن نعمل حاجات خطره، نلعب بحاجات خطره، نعمل مصايب، نعمل حرايق، نعمل حاجات بجد تودي في 60 داهيه حرفيا. ودايما الفكره ان احنا ما بندركش ان دي حاجه خطر، احنا مش شايفينها بالشكل ده. احنا مخنا بيدور على الحافز السريع في ان هو يحس بالدوبامين ده، فهو مش شايف اللي هو بيعمله ده حاجة وحشة، مش شايف اللي هو بيعمله ده حاجة ما ينفعش تنفع او ما ينفعش تحصل، هو مش مدرك ده.
فبيخلينا ندور على ده بشكل سريع. فده اللي بيخلي حتى في اوقات بتقع في المخدرات، في ناس بتقع في المخدرات، في ناس حتى ما بتعقلش ان الحاجة دي غلط ولا صح، هما بيمشوا فيها وخلاص. حتى في العلاقات على فكرة احنا ممكن نعرف ناس مؤذية ويبقى عندنا تطلعات كتيرة جدا على تصرفاتهم في الاول، خصوصا 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 اللي عندهم ADHD بيبقى عندهم يعني حرفيا حاسة خطيرة اتجاه ان هم يفهموا الناس من حركاتهم وكل حاجة خاصة بيهم. ومع ذلك ممكن اتعلق بناس ملهاش علاقة بمبادئي، ملهاش علاقة بشخصيتي، ملهاش علاقة بأي حاجة. فأنا لمجرد ان انا عايزة ادمن العلاقات او اهرب من نفسي، وخصوصا برضو لما الموضوع يكون مقترن بصدمات ليها علاقة بقيمتي، ليها علاقة بان انا اتحب، ليها علاقة ان حد يبقى معايا، ان انا ما بقاش لوحدي او كل الكلام ده. فابتدي ادخل في المواضيع دي. زي ما قلنا برضو الاكل، التسوق، حاجات ليها علاقة برضو بالالعاب، ان انا اقضي وقت بالساعات اتسحل على الالعاب، الموبايل 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 الموبايل. خصوصا ان احنا ما عندناش حاجة بتحجب الوقت، فاحنا ممكن نقول ان انا همسك الحاجة دي هفصل بيها مثلا ل5 دقايق، ال5 دقايق دي ممكن تبقى 5 ساعات حرفيا وانا مش واخدة بالي، فانا ما باخدش بالي من الوقت. فدي حاجة مهمة جدا. نيجي برضو لنقطة مهمة قوي، طب ايه علاقة ان انا او اي حد ممكن يكون بيتفرج على ريلز، اي حد بيدخل في علاقة تبقى وحشة، ايه علاقة ان انا اقول طب ما هي ممكن تكون صدفة، ما هي ممكن تكون حاجة عادية، عادة بسيطة بعملها في يومي، مش لازم اكون مدمن على العادات دي. لا يا جماعة، الموضوع بيبقى امتى؟ لما احنا بنعود دماغنا ان هو تلقائيا لما يحس بضغط، لما يحس بفراغ، لما يحس ان هو محتاج او ملل انا حاسس بملل. الملل من اكتر الحاجات اللي بتقتل الطاقة عند الشخص اللي عنده ADHD. فبيبتدي يحس لا انا عايز افصل، فيبتدي يدور على اي مهرب. المهرب ده زي ما قلنا كل العادات الادمانية اللي احنا اتكلمنا عليها. فبالتالي بيبتدي يدور على الحاجة دي عشان يفرغ فيها او تلهيه عن الحاجة اللي هو حاسس بيها، فبيطلع شعوره او بيطلع هو بالنسبة له هو ده المصدر خلاص. فانا لما اعود دماغي ان ده يبقى المصدر اللي بيريحني راحة فورية، فدماغي اصلا اللي هي بتدور على الشعور ده، فتبقى مبسوطة بانبساط زائف. خلينا نقول ان هي بتدينا مكافأة سريعة. المكافآت السريعة بتخلينا ان احنا ما عندناش طولة بال لأي حاجة في الدنيا. عشان كده في ناس حتى ما عندهاش ADHD ابتدت تقع كتير جدا بسبب المواضيع دي، بسبب تعلقهم بالسوشيال ميديا وما وراءها. فخلينا نقول ان لما انا بقع في الحتة دي، لما بقى ثبتها ان هي دي تبقى بالنسبة لي الاساس اللي انا ببتدي اجري عليه، مجرد ما احس باي مشاعر طبيعية البني ادم بيحسها. وخصوصا ليه احنا عندنا الموضوع ده بيبقى مؤثر قوي، لان هو بيبقى زيادة كمان عن الشخص العادي. فانا بس سهل جدا احس كل المشاعر دي المزعجة بالنسبة لي في كل حاجة حواليا، وبالذات لما خلاص اكون ان انا الموضوع بالنسبة لي واقع. فهدور دايما على الحاجات دي، هروح اكلم ناس مؤذية اذتني ونهيت علاقاتي بيها، هروح ادور على نفس الحاجة دي عشان اهرب دايما من الجزء ده. ودايما ببقى مش فاهمة انا ليه بعمل الحاجة دي، وليه مش عارفة انا رجعت مع اني انا مدركة ان الحاجة دي غلط. نفس الموضوع كمان ان انا مش عايزة اروح لنفس الحتة دي. فخلي بالكوا دايما انتوا بتختاروا ايه وانتوا دلوقتي بتتفرجوا. عايزاكوا تفكروا ايه العادات الادمانية اللي انا بعملها وانا ما عنديش فكرة. زي ما احنا قلنا الريلز، اي حاجة خاصة بالسوشيال ميديا، اي حاجة خاصة تيك توك والحاجات دي كلها، اي حاجة خاصة بشوبينج، حاجة خاصة بالاكل العاطفي، العلاقات، حاجات خاصة بالشغل، حاجات خاصة بالعادة السرية، الإباحيات، المخدرات، الكحوليات، السجاير. حاجات كتيرة جدا قادرة تتحول ان هي تبقى عادات إدمانية، حتى لو هي ممكن تكون حاجة عادية من بره. لا، لو احنا ابتدينا نشوف ان الحاجة دي مهرب لكل حاجة احنا بنحس بيها، ساعتها بتتحول لمشكلة، مش بتتحول لحاجة بسيطة ممكن تكون في يوم. وزي ما قلنا الألعاب الألعاب الألعاب، خصوصا مع وجود ألعاب اللي ليها علاقة بالقمار وما إلى ذلك. نرجع تاني ننوه على ايه الاسباب اللي بتخليني انا برضو سهل ان انا اروح لنفس الحتة دي. زي ما قلنا ان احنا عندنا مشكلة في استقبال المكافأة، او ان احنا نأجل المكافأة، وان انا اوصل من نقطة لنقطة. لا، انا عايزة دايما اطير من النقطة للنقطة دي، فدايما بدور على النتيجة بسرعة جدا من اقل تعب او مجهود ممكن. لو لقيت ان دي هبذل فيها مجهود هبتدي احس بالملل وطاقتي بتروح، فانا هدور على حاجة تانية، هدور على حاجة تانية، هدور على حاجة تانية ابدأ فيها، وهكذا وهكذا. اقول لنفسي لا انا مش لاقيه نفسي في الحتة دي، انا مش عارفة كذا، وابتدي اقول لنفسي حاجات. ودايما ال ADHD بيعمل لكم يا جماعة، بيكنسل لكم الحاجة.
فيقول لكم لا لا احنا ممكن نكمل، احنا طبعا حاجات زي المذاكره او كده انا مش عارفه اكنسلها، طب هعمل ايه؟ طب انا عايزه اكمل. فيروح يدور لكم دايما على المشتتات دي، ودايما بيهرب لكم ليها. تاني حاجه او تالت حاجه الهايبر فوكس. الهايبر فوكس يا جماعه بيخليكوا بجد حرفيا، هي تاني حاجه ان انتوا تقعدوا بالساعات زي ما انا قلت ما بتدركوش الوقت. فانا ممكن لو الحاجه دي هتاخد عندي اسلوب المكافاه واللي هتخليني دايما متخدره طول الوقت، ممكن اقعد بالساعات مسحوله في الريلز، في جيم معين، في ان انا بعمل اي حاجه قصاد ان انا افضل متشتته وان انا افضل واخد المكافاه السريعه دي. تالت حاجة مهمة جدا هي الاندفاعية. احنا ما عندناش كنترول في الاندفاعية، فانا ممكن اخد قرار زي ما قلت لكم ان احنا نروح نكلم شخص، او نروح نكلم الاكس، او نروح نكلم، او نروح ناخد قرارات نصرف كل الفلوس اللي معانا، ندخل بكل المرتب مثلا مكان معين، فنقرر فجأة واحدة نلاقيه راح وما اشتريناش الحاجات الأساسية اللي احنا محتاجينها. ففي حاجات كتيرة جدا ما عندناش كنترول فيها، الا لو احنا فعليا ابتدينا نبقى مدركين ان انا في اوقات مضطره ان انا اخد جزء معين عشان انا احط لنفسي ليميتس مثلا. فلو انا ما حطيتش الليميتس دي فجاه واحده هفرتك الفلوس اللي معايا، فجاه واحده هضيع وقت كبير جدا، فجاه واحده هاخد قرارات غريبه، فجاه واحده هعدي الشارع مره واحده، فجاه واحده هتلاقيني بدور على حاجات بتخليني اقع في نفس العلاقات المؤذيه، ونفس او اكل كتير جدا، او اشتري اكل كتير جدا، او ان انا افضل بالليل او كل ما ازهق اقوم اكل، لما كل ما اتضغط اقوم اكل. وكل ده بقى بيحصل بشكل غير واعي. انا بس ابتديت ان انا احط كل الحاجات دي بالنسبه لي هي الحاجات اللي انا هطلع فيها الجزء بتاع انا بدور على المكافاه، انا بدور على النتيجه. ده سؤال حلو قوي. طب نعمل ايه؟ هل الانضباط؟ ما تقوليش الانضباط، ما تقوليش ان احنا نقعد نذاكر ونتحمل الحاجات اللي زي كده. للأسف أوقات كتيرة جدا الحل السريع هو مش الحل، وإن إحنا فعلا بنحتاج الانضباط. ولكن الأهم من الانضباط إن أنا أفهم نفسي، أفهم دماغي، أفهم إن دي أنا، أفهم إن أنا عندي مشكلة، أفهم إن أنا إيه بهرب للحاجة دي. لأن الدماغ دايما بتديكوا أعذار إن أنا ما عنديش رغبة ناحية الحاجة دي، إن الحاجة دي، وتشوف لكم أسباب بسيطة جدا تخليكم تمسكوا فيها وتفتكروا ان دي اسباب منطقية تجاه الامور علشان ما كملش فيها، وتفضلوا تجروا 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 تجروا، وهتلاقوا نفسكم انتوا ما بتكملوش حاجه. انا طول الوقت عايزه اجري، طول الوقت عايزه ادور على البدايات، طول الوقت عايزه اغير من حاجه لحاجه، بالليل بفكر في حاجه، الصبح بفكر في حاجه، بالليل قاعده ساعات بفتح مشروع في دماغي. نفس الموضوع ان انا بضيع الحاجات دي في كل الحاجات اللي احنا قلناها. نفس الموضوع حاجات بتجيب حاجات، اباحيه بتجيب عاده سريه، وبقعد فيها في اوقات كتيره جدا احس بذنب، احس بلوم نفس. نفس الموضوع بقى في كل ده يجيبنا لنقطه مهمه جدا: لوم النفس. لوم النفس، لوم النفس، لوم النفس. يعني احنا ك ADHD عندنا مهارة جلد ذات خطيرة. ناس للأسف زي ما أنا كنت بتكلم في حتة إن احنا عندنا مشكلة في المهام التنفيذية. أنا عندي مشكلة إن أنا أبدأ، أنا عندي مشكلة إن أنا أخطط، عندي مشكلة إن أنا أستمر، أنا عندي مشكلة إن أنا أوقف نفسي قصاد حاجات إدمانية ما تدينيش أو تديني نتيجة أول بأول. أنا عندي مشكلة اتجاه حاجات أنا بمل منها. فكل الحاجات دي الناس ما بتفهمهاش، او ان انا اكمل تاسك للاخر، او ان انا ابدا التاسك ده بدري، او ان انا الاقي نفسي بزنق نفسي دايما عند الاخر لما ابقى تحت ضغط وتوتر. الناس بتفتكر ان احنا كسلانين، الناس بتفتكر ان احنا مقصرين، الناس بتفتكر ان احنا فاشلين. فكل ده بيحسسنا بالذنب، وكل ده بيحسسنا ان احنا فعلا عندنا مشكلة، وخصوصا كمان ناحية التصرفات او العلاقات، او ان احنا لما فجأة واحدة نتحول من حاجة لحاجة، وقت لما يكون عندنا دوبامين وطاقة ومش عارفة ايه، كل حاجة عندنا متنظمة، الدوبامين بيأثر. يعني ما الدوبامين هو كل حاجة احنا اتكلمنا فيها في كل ده، فهو بيأثر على كل ده. طب انا لو الدوبامين عندي واقع هيأثر على كل ده، ففي الوقت ده هقع اكتر في حاجات ليها علاقة بالموضوع ده، في نفس الوقت هتحول من شخصية لشخصية. ده اللي بيخلينا اوقات كتيرة جدا نقول انا ازاي اجتماعية وازاي انطوائية في نفس الوقت، ازاي عايزة اتواصل مع الناس وازاي مش قادرة ارد على مسج، ازاي يبقى عندي رسالة عايزة ارد عليها ومضغوطة ضغطة ما يعلم بيها الا ربنا. انا مضغوطة بردي. بصي، ردي على رسالة، ردي على رسالة، مش عايزة ارد، مش قادرة ارد، مش قادرة اقول الو، مش قادرة ارد على حد، مش قادرة اكمل معاه الموضوع، مش قادرة اسمعه اكتر من كده، مش قادرة اعمل كل ده. كل ده اوقات كتيرة جدا بيخلي حتى الناس مش فاهمانا، وبيخلي حتى الناس تبعد عننا، وبيخلي حتى الناس تخليها تتأثر بقربنا يعني يتأثروا بقربهم مننا. فاحنا نحس ان احنا فينا مشكلة، والناس بتكرهنا، ومحدش بيحبنا، ومحدش عايز يصاحبنا بسبب كل ده.
او ان حتى لما بيبقى عندنا طاقه زياده محدش بيعرف يهندل الطاقه بتاعتنا دي، في الكلام الكتير، في الضحك، في الهزار، في حركات الجسم، في حاجات الحركه. فده اوقات كتيره جدا بيخلينا في موضع حكم وجلد الذات طول الوقت. فجلد الذات مش هيفيدنا بحاجه. طب نيجي لنقطه تانية مهمه، الاهم من جلد الذات هو ايه؟ ان انا ما اشتغلش على السطحيات. يعني بمعنى انا عايزه اوقف العاده الادمانيه، لا انا عايزه افهم دماغي، عايزه افهم ما وراء العادات الادمانيه. يعني انا فهمت دماغي، فهمت دماغي ك ADHD، بفكر ازاي، عندي مشكله ازاي. امتى اعرف ان انا دلوقتي هبتدي احس بالملل، هبتدي يبقى عندي مشكله؟ فانا لما اجي اقول لنفسي لا احنا عايزين ناكل، قومي كلي، قومي اعملي، قومي اتفرجي على حاجه معينه، قومي اعملي حاجه معينه، قومي بصي قومي كلمي حد، كل الحاجات دي هعرف وقتها ان انا بدخل في نفس استجاباتي للمواقف. عشان كده كنت بقول لكم من شويه مهم جدا نشوف احنا ايه الحاجات اللي بنهرب بيها عشان احدد ايه المشكله، واحده واحده ابتدي احلل ما وراها، اللي وراها. خلاص. فده اللي يخلينا نشوف انا مشكلتي فين، بهرب من ايه. لان اوقات زي ما انا قلت لكم كمان الموضوع ما بقاش مقترن بدماغنا بس، ومدى هروبنا من كل حاجه ممله والزهق الفراغ الحزن وما الى ذلك. وخصوصا يا جماعه لو انتوا ال ADHD عندكم اتطور لاكتئاب لقلق، يا نهار ابيض بقى. فانا لو ما قدرتش اكمل حاجه واعمل كل ده هبتدي اخش في فتره حزن مع جلد الذات، مع كل ده هخش مثلا في نفس المود بتاع الاكتئاب والقلق. طبعا هيشتغل عليا مع ال ADHD، الاتنين مش هيسيبوني مع جلد الذات والقلق. طب هنعمل ايه؟ طب هنسوي ايه؟ كله بيقول علينا كذا، هنعمل كده، وبنفكر في مليون حاجه في نفس الوقت بطريقه صعبه جدا بتستنزفنا طول اليوم، لدرجه ممكن يجي علينا اوقات مخنا احنا بنبقى نايمين مخنا صاحي، بنحس كده، نحس ان احنا مش قادرين ننام، بننام في اليوم مثلا بتاع ساعتين 3 ساعات. فكل ده قادر يستنزفنا ويستهلكنا ويحسسنا ان احنا الايام بتعدي احنا بنعملش حاجه، انا لسه واقف مكاني. فده نقطه مهمه جدا، اعرف ايه اللي وراء السبب ده. وكمان لو انا عندي صدمات، انا عندي مشاكل، انا بهرب من ايه؟ انا بهرب من ايه؟ انا لو عندي مشاكل مع التعلق، ايه الحاجات اللي انا حطيتها لنفسي ان انا مش عايزه اواجه نفسي، مش عايزه اشتغل على نفسي؟ انا حطيت شماعه لحاجات تانية مخلياني مش عايزه اقرب من نفسي، اشتغل مع نفسي، اقوي منها، اخليها عندها معرفه لبعض الامور. انا المشكله جايه منين؟ هل انا المكان اللي انا فيه اصلا عايزاه؟ هل انا يعني اتفرضت ان انا اكون في المكان ده؟ هل انا اتفرضت على الكليه دي؟ هل انا اتفرضت على حاجات معينه؟ طب انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لازم اقعد مع نفسي واحلل كل ده واحط مشاكلي قدام عينيا. لان انا لو حطيت مشاكلي للمجهول، المجهول هيوديني ويجيبني الى ما لا نهايه. وكل ما المجهول بيوديني ويجيبني كل ما القلق بيزيد اكتر، كل ما ال ADHD بيتحول للأسوأ، كل ما بدخل في اكتئاب، كل ما ادخل في اضطرابات كتيره جدا مستفزه بتستهلكني كل يوم. فانا هبقى مش بعمل اي حاجه غير انا بخسر نفسي يوم عن يوم. فاحنا لو عايزين نوقف عادة إدمانية محتاجين نسأل نفسنا ايه الشعور اللي انا بهرب منه، او ايه الاحتياج اللي انا طول الوقت بدور عليه. محتاجين دايما نسأل نفسنا طول الوقت السؤال ده عشان نبتدي نلاحظ. وخلي بالكوا احنا ممكن يكون عندنا اكتر من عادة إدمانية، اكتر من عادة إدمانية. وخلي بالكوا ممكن حاجات تجيب حاجات، حاجات تجيب حاجات، وهكذا ادخل في دايرة معرفش ارجع منها. والرجوع او حتى لو رجعت الرجوع بيبقى صعب. فانا عشان اعرف ارجع وابقى فاهمه نفسي، اشوف انا بروح للمهرب ده ليه، بدوس على الزرار السريع ده ليه. وخلونا ان شاء الله باذن الرحمن هنكمل في السلسله دي ايه الفرق ما بين العاده والادمان وازاي افرق ما بينهم، سواء انا شخص عندي ADHD او لا، طب في مرحله التعافي وكل الكلام ده. خلينا نكمل في المره الجايه واللي بعدها. يعني هعمل اكتر من حلقه بتناقش الموضوع ده ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه. غالبا هنتكلم ان شاء الله على الفرق ما بين العاده والادمان.